يا صباح الأمل، يا صباح النشاط، صباح الساعة 6، صباح حسن الظن بالله، صباح جبر الخواطر. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا أحلى أخوات، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة كده بظهر الغيب لاخواتي وحبايبي، ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب. اخواتي وكل متابعيني على القناة، انا ايمان ودي قناتي، واهلا بيكم في قناتي يوميات ام بسيطة. انسانة بسيطة جدا، وكل اللي يعرفني من قريب عارف ان انا انسانة بسيطة جدا. وهتتابعيني على قناتي وهتشوفي كل فيديوهاتي، وان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منهم. هدفي في القناة كده ان اوصل صوتي واوصل محتوايا وافيد كده واستفيد منكم باذن الله. يلا بينا كده نشوف اليوم الجميل معانا ونشوف اللي احنا هنقدمه لكم النهارده باذن الله. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلي على رسول الله في الكومنتات، وصلي كده على رسول الله معايا. اللهم صل على سيدنا محمد، وحد الله، لا اله الا الله ولا قوه الا بالله. ويلا بينا بقى كده نشوف هنقول ايه. الآية بتاعتنا اللي احنا هنعتاد خلاص ان احنا نقول الفيديو بتاعنا عليها كل مرة، تمام؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. الآية دي أنا عاملاها في أذكار الصباح وأذكار المساء، دايما كده بقولها، وهتبقى كمان افتتاحية الفيديو بتاعنا، فإن شاء الله نقولها مع بعض وربنا كده يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب. صحيت كده من بدري، ويلا بينا نشوف الوصفة الجميلة بتاعتنا اللي انا هعملها معاكم. بجد من حلاوة البابلز كيك من الفيديو اللي فات، لو بتتابعي طبعا معايا هتعرفي في الفيديو اللي فات كان فيه وصفة البابلز كيك، وده كده كان تاني يوم. وده كده كوباية الشاي بلبن مع البابلز كيك بقى ما اقولكوش، حكاية روعة بجد بجد، حلو جدا. هنسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ان شاء الله النهاردة الطعمية بالخضار، وصفة كده لذيذة وطعمها تحفة، جربيها وان شاء الله هتعجبك وهتدعيلي. صلي على رسول الله وسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. جبت كده اول حاجة عملتها البهارات بتاعتي، حطيت ملح وكمون وفلفل اسمر، تمام. معايا قرن فلفل اخضر ده رومي، مقطعاه طبعا ناعم، وكمان طماطمايه شايله الميه اللي فيها ومقطعاها برضو ناعم، ومعلقه كده بيكربونات مع البهارات بتاعتي، وبيضه واحده بس، وشويه الملح بقى، واخلطي بقى يا حلوة كل ده مع بعضه. جبت كده البيضة، ممكن تستغني عن البيضة على فكرة لو مش عايزاه، بس ده هيفيد برضه وهيزود في قيمتها الغذائية، وكمان هيديها طعم حلو قوي مع الخضار. المهم كان عندي كده طعمية طبعا عجينة، فخلطت بقى البيضة مع البهارات بتاعتي كويس جدا بالطريقة اللي انت شايفاها دي. الفطار بقى على الصبح كده سخن، حاجة جميلة جدا، وكمان المكونات اللي احنا هنضيفها للطعمية دي هتخليها حرفيا في حتة تانية خالص. هقلب كده كويس، وبعد كده هضيف العجينة بتاعتي. العجينة دي كده بحوالي ب3 جنيه عجينة طعمية. وبعدين حطيت عليها حبات الطماطم وكمان قرن الفلفل. الطماطم زي ما قلت لكم شايله منها البذر بتاعها وكمان الميه اللي فيها، اي ميه في الطماطم هيشيليها عشان ما تعجنلكيش العجينه بتاعه الطعميه بتاعتك. احنا حاطين مواد سايله وهي البيضه. قلبي بقى كويس جدا، طبعا الطعميه وعجينه الطعميه فيها الخضره بقى والكزبره بتاعتها وكل حاجه، فالاضافات اللي احنا بنحطها دي بقى كده اضافات كده سريعه وهنعملها هتديها طعم حلو قوي. المهم قلبيها بقى في بعضها كده كويس جدا، وطبعا الزيت على النار، وانا مهديه النار، يعني الزيت كده اتقدح سخن جامد، وبعد كده هديت النار خالص اقل درجه حراره على الزيت، عشان الطعميه بتاعتنا كده تستوي وتاخد لون زي ما انتوا شايفين، يعني زي ما انتوا هتشوفوا معانا. قلبت كويس جدا، ويلا بينا كده نشكلها ونحطها في الزيت. جربي كده معايا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. في الوقت ده كده حطيت الزيت على النار زي ما قلت لكم، وكمان الزيت سخن والنار هاديه جدا. شكلي بقى معايا كده الطعمية زي ما انت عايزة، اي تشكيلة انت عايزاها صوابع، عايزاها راس، عايزاها اي حاجة بقى تشكلي فيها، شكلي انت بقى زي ما انت عايزة. المهم النار هادية جدا، من اول قرص لاخر قرص كده، والنار هادية ويتحمر كده على نار هادية،
تمام، عشان الطعمية بتاعتك تستوي كده وتديك الطعم الحلو، ما تبقاش معجنة من جوه. فلازم تسويها حلو كده في النار. تمام، شكلي بقى تتشكل معاكي بكل سهولة، مش هتاخد منك ان هي ما تتشكلش او كده. شكلي بكل سهولة خالص كده، وبعد كده حطي في الزيت على طول. انا عملتها كده قراص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. زودي ملحها بقى، اعملي اللي انتي عايزاه في الطعمية. شايفين قد ايه بقى الطماطم والفلفل، وممكن كمان تحطي قرن فلفل حامي لو انت بتحبي الطعمية شطة مشطشطة، فانت ممكن تضيفي قرن فلفل حامي عليها. حطيتها كده في الزيت وعلى النار هادية، وده كان شكلها بعد ما قلبتها. جامدة متماسكة، ما سابتش بعضها، الخضار اللي انا حطيته فيها ما طلعش منها، مفيش الكلام ده كله. تمام، المهم تحطيها كده بالراحة، هتبقى معاكي سايبة، والتشكيلة اللي انت هتشكليها كمان بيها هتبقى سايبة من ايدك خالص. فما تقلقيش، هي مجرد ما بتحطيها في الزيت على النار الهادية بتتماسك وبتاخد لون زي ما انت عايزة. شايفين الشكل الجميل بتاعها؟ وكمان البيكربونات بقى ما تنسيش، بيخليها كده هشة من جوه ونافشة وجميلة جدا. ده كده الشكل بتاعها، وبقلبها برضو بكل سهولة في الزيت زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. يلا لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تحط اللايك الجميل اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات اكتر. وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه بقى زراعة، وهيبقى فيه حاجات حلوة جدا. تابعوني، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان ان شاء الله اي فيديو انزله يوصلك باشعار وتشوفيه. وكمان ما تنسيش بقى تقولي رأيك فيه. هقلب بقى كده الطعمية بتاعتي الجميلة دي، بجد بجد حلوة جدا. شايفين؟ جربيها وان شاء الله هتعجبكم. الخضار اللي احنا حطيناه في الطعمية بتاعتنا بجد ودت الطعمية في حتة تانية خالص 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 بجد. تاكلي كده الطعمية في الساندوتش مش ناقصة حاجة. الطعمية فيها كل اللي انت عايزاه في طبق واحد. هي على فكرة هي كده ما غمقتهاش قوي، بس الصورة اللي مبينه لكم ان هي غامقة قوي. تمام، فهي ما غمقتش اول حاجة، هو اللون الذهبي الجميل بتاعها. بس عشان بقى هي في المنديل الابيض، وجيت اوريها لكم كده في الاضاءة، الاضاءة مغمقاها جامد. تمام، فهي طبعا اللون اللي انت عايزاه بقى بعد كده بتوصلي له في الطعمية بتاعتك. كل ده على نار هادية. هطلع بقى الطعمية بتاعتي كده تمام قوي، واستوت من جوه وجميلة جدا. يلا كده، انت لسه ما صلتش على رسول الله؟ صلي على النبي يلا في التعليقات. ما شاء الله، شايفين النتيجة؟ بجد النتيجة مرضية جدا 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 يعني. رغيف العيش بقى كده، وحط الطعمية وكل طعمية سخنة كده بقى بالخضار، مش عايزة اي حاجة جنبها كده غير كوباية شاي سخنة. شايفين؟ فطار لذيذ جدا وعشا كمان ألذ. الطعمية لو بتعمليها بأي طريقة تانية خلاص هتعتمد الطريقة دي بعد كده. شايفين بقى الطعمية عاملة ازاي من جوه؟ ما شاء الله مستوية ومقرمشة من بره، وكمان الخضرة اللي فيها كده عطيالها طعم بجد حلو جدا. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين الجمال؟ مفيش بقى بعد كده. حطيت بقى كده شوية ملح وفلفل اسود او ملح وكمون زيادة بقى كده من بره. وخلاص على كده، هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى يعجبكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم.